وبس. هو ليه أفكارنا السلبية بتسيطر علينا؟ ليه القلق والتوتر مالي دماغنا؟ الإجابة بسيطة، لأن عقولنا مش مليانة بالسلام. أخبار حروب ومشاكل وتوتر، سوشيال ميديا، كل ده بيخلي دماغنا دايما مشحونة. لكن عندنا اختيار، يا إما نملأ عقولنا بالسلام، يا إما نخليه فريسة للقلق والخوف. تدريب: افرغ عقلك مرتين يوميا. السلام محتاج مجهود، محتاج إننا نجدد تفكيرنا ونتعلم نفرغ دماغنا. فرغ عقلك بالصلاة، احكي لربنا كل مخاوفك، اتكلم مع مرشد حكيم أو أب اعتراف. تخيل إنك بترمي كل فكرة مقلقة في البحر وشوفها وهي بتغرق بعيد عنك. ارمي المتاعب وابدأ من جديد. ما تفكرش في الماضي، بل امتد لما هو قدام. فرغ عقلك من المخاوف واملأه بالأفكار الصحيحة. لو رجعت الأفكار السلبية هتلاقي عقلك مشغول بحاجات إيجابية بدلها. مارس تفكير في السلام، اختار أفكار مليانة بالسلام وعيش فيها. ردد كلمات الاطمئنان والصفاء خلال يومك. املأ عقلك بمشاهدة هادئة وطبيعة جميلة. شحم عقلك بآيات من الكتاب المقدس عن السلام. ممكن نعمل تمرين ربع ساعة صمت كل 24 ساعة. خد ربع ساعة ما تكلمش حد. حاول تفكر بأقل قدر ممكن، لأن الصمت بيعيد توازن أعصابك. الضوضاء بتؤثر على جهازك العصبي، لكن الصمت بيحميك من التوتر. كمان فكر في ذكريات السلام. ذكريات السلام بتعيد السلام. استرجع لحظات طفولة جميلة تحس براحة داخلية. لو عندك شعور بالذنب بسبب حاجة قديمة، افتكر غفران الله ليك. صدق ان الله غفر لك بالكامل، لان التصديق بغفران الله هو مفتاح السلام الداخلي. في النهاية القرار في ايدك، يا اما تملأ عقلك بالتوتر أو تختار السلام عن طريق الصلاة والتأمل والصمت. ابدأ النهاردة وعيش بسلام. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشورة من جامعة هولي صوفيا.